أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في بلاغ رسمي مقتضب عن عقد اجتماع للمكتب المديري يوم الخميس 26 فبراير 2026. وحسب نص البلاغ فإن الاجتماع سينطلق في تمام الساعة 1:30 بعد الزوال بمقر الجامعة بالرباط. ورغم أن البلاغ لم يكشف عن جدول الأعمال بالتفصيل، إلى أن مصادر مطلعة ترجح أن يتصدر ملف المنتخب الوطني الأول طاولة النقاش، خاصة فيما يتعلق بالحسم في هوية الناخب الوطني الجديد وتفاصيل الانفصال عن وليد الركراكي. ويأتي هذا الاجتماع في وقت حساس تسابق فيه الجامعة الزمن لترتيب بيت الأسود قبل ودية مارس أمام إكوادور والباراغواي، مما يجعله من مخرجات لقاء الخميس محط أنظار الشارع الرياضي المغربي. نشكركم على حسن المتابعة في فيديو قادم بإذن الله.